ازيكم يا حبايبي كل متابعين انامل صغيرة عاملين ايه؟ تخيلوا معايا كده ان انتوا جاتلكوا فرصة انكوا تكتبوا كتاب ابنكوا او بنتكوا، كتاب كده من اول سطر لاخر سطر، وكل كلمة هتتكتب فيه هتفضل راسخة وموجودة في دماغه وعقله وقلبه سنين حياته كلها. السؤال بقى، هتسيبوا أول كام صفحة كده تتكتب بطريقة عشوائية بحجة إنه لسه صغير، ولا هتبقوا واعيين إن كل حاجة صغيرة دلوقتي بكرة هتبقى عادة؟ كل أب وأم بيحلموا إن هما يجيبوا طفل متربي مهذب مؤدب كل حاجة حلوة فيه، لكن مثلا في كتير منهم بيلاقوا انهم بيزعق او بيتكلم بطريقه مش حلوه، او اللي هو مثلا يروح سوبر ماركت ويقعد يدبدب ان هو محتاج حاجه وهو يبقى كبير شويه، يعني مش لسه بيقابل نوبات غضب او حاجه. فاكيد الفرق بين الواقع اللي هم عايشينه دلوقتي والحلم اللي حلموه لابنهم ما جاش صدفه ابدا، ده اتبنى منهم هم وبسببهم، وهو اختيار ابتدى من أول يوم. ليه بقى البداية بتفرق؟ المخ في أول 3 سنين في حياة الإنسان بينمو بطريقة وبسرعة مرعبة أسرع من أي وقت تاني، فكل رد فعل منك بيطبع في عقل الطفل، والطفل لسه صفحة بيضة والقلم في إيدك انت. طيب مثال للكلام ده، أم قاعدة واخدة بنتها في حضنها بترضعها، بنتها ماسكة شعرها وعمالة تشده جامد، والأم يعني حتى ما أبدتش إن يعني ما ما قالتش مثلا دي حاجة غلط أو مثلا حتى بعدت إيديها أو كده، أي دي لسه صغيرة وقعدت تضحك وتهزر. كبرت البنت وراحت الحضانة وهي لسه بتشد شعر أصحابها، الأم تروح تسأل نفسها هي ليه بتعمل كده؟ هي البنت مش ده بالنسبة لها مش سلوك عنيف، ده هي كده بتعبر عن حبها، علشان كانت لما بتعمل كده مع مامتها كان هو ده بالنسبة لها تعبير عن الحب، ماما بتضحك ومبسوطة. طيب خطورة كلمة بقى ده لسه صغير، ده لسه صغير معنى كده ان احنا هنأجل التربية. طيب هل احنا اما نأجل التربية اصلا هتستنانا؟ خالص، كده كده الطفل هيتربى سواء قصدنا او ما قصدناش. عشان كده بقولك ان اي تساهل في الوقت ده الطفل بعد كده بيحس انه عادي، فما تيجي مرة واحدة بقى اما يكبر تقولي له لا ما ينفعش تعمل كده، الطفل هيحس ان في ايرور وهيحس ساعتها انك ظلمتيه. يلا يا حبيبي اقعد على الكرسي علشان تاكل. بس بقى يا ماما انا متعودة العب وانا باكل. وبعدين بقى خلاص انت كبرت. من هنا بقى بيبدأ الصراع. طيب ايه بقى تأثير العبث ده على نفسية الطفل؟ الطفل بيبدأ يتلخبط بين القوانين، ليه كان مسموح وبعد كده بقى مرفوض، وبيبدأ يفقد الثقة فيكي وفي نفسه، وساعتها النتيجة بتبقى يا إما مقاومة وتمرد يا إما خوف أو ضعف. مثلا الأم اللي على طول بتسكت ابنها بحلويات، وفجأة أما كبر بقى ممنوع ياخد حلويات قبل الأكل، فحصل له نوبات غضب وبدأ يقاوم ده ويتمرد عليه. هو هنا ساعتها الطفل أصلا مش عنيد ولا حاجة، هو بدأ يدافع بس عن اللي اتعود عليه. عشان كده أنا دايما بقول إن التربية من أول نفس، وإن التربية مش بس قوانين، ده حب وحدود وقدوة. الحب في حضن أو ابتسامة أو أمان، الحدود إنك تقولي لأ واضحة، وإن الأكل في مكان معين وإنه في ميعاد معين، كل حاجة بنظام. أما بقى بالنسبة للقدوة فهو انتي قدوته، يعني مثلا أما تقولي حاجة لنفسك تعمليها، يعني أنا حاطة جدول لنفسي وما يشوفك إن انتي بتنفذي حتى كلامك لنفسك. يعني مثلا لو انتي عايزة ابنك يبدأ ينام في ميعاد محدد، انتي اعملي الروتين للنوم وهدي البيت وكده ان شاء الله يبدأ ينام في ميعاد محدد من هو صغير خالص. متقوليش ده لسه صغير، اللي هيتعود عليه دلوقتي هو اللي هتلاقيه. مثلا لو انتي عايزة بنتك تحترم ممتلكات غيرها،
ما تسمحلهاش انك مثلا تديها موبايلك وترميه بحجة ان هي لسه صغيرة. وعايزاكوا تعرفوا ان المستقبل بيتبني دلوقتي، يعني لو علمتوه من دلوقتي النظام هيكبر وهو بيحترم القوانين، ولو سبتيه للفوضى هيكبر وهو مش عارف اصلا يعني ايه حدود. فعشان التربية ما تبقاش حمل وتبقاش معركة، التربية من بدري قوي هي اللي هتسهل عليكي بعد كده كل حاجة. مثال بسيط، مثلا طفل متعود من بدري خالص ان هو ليه مكان معين للاكل وطريقة معينة يقعد ياكل بيها، ما يكبر بقى ويروح مدرسة او كده، الطفل اللي اتعود ان هو ياكل بطريقة معينة على ترابيزة هيعرف يعمل ده بعد كده بسهولة. الطفل التاني بقى هيبقى مش عنده ده قوي وهيواجه بعد كده مشكلات. طيب، الكلام النظري حلو جدا، ازاي بقى نبدأ نطبق ده على أرض الواقع؟ أول وأهم حاجة، حددي قيمك اللي عايزة ابنك يعيش بيها، الصدق، الاحترام، النظام. رقم 2، ابدأي من بدري قوي، كل موقف بيعدي فهو تدريب. ورقم 3، اثبتي على نفس كلامك هو في كل مرة. رقم 4، خليكي متوازنة، لا انتي متساهلة قوي ولا انتي قاسية. رقم 5، شوفي الصورة الكبيرة ليه بعدين من اللي انتي بتعمليه دلوقتي. رسالتي بقى لكل أب وأم، التربية مش بتتأجل، كل ده لسه صغير دلوقتي هي بتساوي استثمار في مشاكل لبكرة، وكل أنا هبدأ من أول يوم هي استثمار في راحة ضميرك ومستقبل ابنك. وافتكروا إن الطفل اللي في حضنكوا دلوقتي هو شاب أو شابة في المستقبل، وافتكروا إن كل حاجة بتسمحوا بيها دلوقتي هي اللي هيعيشوا بيها بعدين. وخليكوا فاكرين التربية مش بتبدأ لما نكبر، التربية بتبدأ مع أول نفس. بس كده، لو وصلتوا معايا لحد هنا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من أنامل صغيرة. باي.